مصدر فلوسك حرام. انا هجيب عجل واغسل فلوسي واوكل الغلابة ويبقى فلوسي حلال. ده انت لو هتبني بيت من بيوت ربنا ورحت الراجل متدين صح مش هيجاملك وقلت له على مصدر فلوسك هيقول لك فلوسك حرام وما ينفعش تبني بيت من بيوت ربنا بفلوس حرام. بقى انت عايز ترشي ربنا اللي انت تجيب عجل وتوكل الغلابة يا عجل؟ ربنا ما بيضحكش عليه، لازم يكون فلوسك فلوس حلال مش حرام. اوعى تحسب ابن الحرام اللي امه زانت فيه بس، لا، ده اللي ابوه وامه وكلوه حرام لان استحلوا الحرام فبيبقى ابن حرام.